أنا شكلي جريء، هيك الله خالقني. واحدة من الفنانات السوريات اللي ما بيمرش وقت كبير عشان تكون هدف لهجوم منصات التواصل الاجتماعي عليها بسبب تصرفاتها ومشاهدها وصورها اللي بتتخطى الحدود. في وقت من الأوقات أثارت غضب رجال الدين بسبب دور عملته واتعرض في شهر رمضان. كمان عملت ضجة لما كشفت عن سبب انفصالها عن جوازاتها الاتنين. تعالوا بينا نتعرف أكتر على الفنانة السورية رنا الأبيض. اتولدت رنا أبيض سنة 1979 في مدينة دمشق لعيلة مسلمة بتعشق الفن والموسيقى. أبوها هو عباس أبيض وأمها وطفة حسن، وحصلت على الشهادة الثانوية لكن ما كملتش دراستها الجامعية. جسدت أول دور فني ليها سنة 1999 وانتمت إلى نقابة الفنانين في سوريا، واكتسبت شهرة كبيرة في مطلع سنة 2000. اتجوزت رنا من رجل أعمال سوري اسمه عصام تغني وأنجبت منه ابن اسمه يوشع، لكنها انفصلت عن جوزها وقالت إن سبب الانفصال هو خيانته ليها، وهو نفس السبب اللي خلاها تنفصل عن جوزها التاني اللي بسببه اتعرضت لجلطة في رجلها. خضعت رنا أبيض لعمليات تجميل كتيرة ومنها عملية نفخ الشفاه وشد الوجه بالبوتوكس، وده اللي صرحت بيه. إطلالات رنا أبيض دايما بتعرضها لانتقادات بسبب ارتدائها ملابس كاشفة، زي مثلا الصورة اللي ظهرت فيها وهي راكبة عربية فارهة في مدينة دبي وكانت ملابسها كاشفة. وفي سنة 2010 اتعرضت رنا لأكبر هجوم بسبب دورها في مسلسل ما ملكت أيمانكم. قدمت دور كان بمثابة شيء جديد على المتابع العربي والسوري على وجه التحديد، ونجحت نجاح كبير في تجسيد الدور ده واللي بيعد الانطلاقة الحقيقية ليها. رغم كده زي ما قلنا اتعرضت لهجوم شديد خصوصا من رجال الدين في سوريا اللي طلب واحد منهم عدم عرض مشاهدها خصوصا في شهر رمضان لأنه بيجرح مشاعر الناس. حصلت رنا الأبيض على جايزة أفضل ممثلة دور تاني في جوائز دراما 2010 من خلال المسلسل اللي لعبت فيه دور امرأة بتشغل النساء في البغاء بتبتز أخريات بمواقف خبيثة عشان تدفعهم للعمل الغير مشروع. وفي سنة 2011 شاركت رنا الأبيض في الجزء الأول من مسلسل الولادة من الخصرة للمخرجة رشا شربتكي والكاتب سامر رضوان. كمان عملت دور بطولة في لوحة من لوحات المسلسل البوليسي سقوط الأقنعة للمخرج حسان داوود. وظهرت رنا الأبيض في الآونة الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل في لقاء إعلامي مع عطية عوض، وأكدت من خلاله على عدم ثقتها بالرجال نتيجة تجربتها الشخصية في الجواز من 2. وأكدت رنا تعرضها لمشكلات صحية نتيجة الضغوطات النفسية اللي عانت منها وأهمها كان جلطة في الرجل وكله بسبب الرجالة. كمان تعرضت رنا الأبيض لهجوم عنيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اللي اعتبروا كتير استفادة إعلامية على حساب قضايا إنسانية، وده لما نشرت الأبيض عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك جلسة تصوير محترفة برفقة عائلة فقيرة في إحدى الحدائق العامة، وأطلت فيها ببنطلون من الجينز الممزق. وقالت الأبيض في تعليقها على الصور إنها حبت تلفت الأنظار إلى هذه الحالة الإنسانية، لكن تعليقات كتيرة شافت إن رنا الأبيض استغلت الحالة الإنسانية دي للشهرة الإعلامية.